عزيزتي الفاشينيستا، لازم تخافين بهذا الزمن. هذني الشخصيات الجميلات مودلز تم صناعتهن بالاي اي، وراهن شركات وتسويق، ودا يحققون مليارات من هذه الشخصيات اللي مو حقيقية، ودا يحققن عقود بمليارات الدولارات من شركات كلش مشهورة، ديور غيرها، ودا يسوون شخصيات حتى تغني. يعني مو انه خطر على وجود الفاشينيستات، خطر حتى على المغنيين، لان هذني المغنيات الاي اي يوقعن عقود كلش ضخمة. واكيد سمعتوا بالاخبار عن واحدة من ذني المغنيات اللي سجلت عقد بمليارات الدولارات. السؤال هو شنو الوظائف الثانية اللي راح تختفي بوجود الذكاء الاصطناعي؟ ومو بس قصة وظائف، اكو خطر على حياة البشر، راح يسبب لنا انقراض، راح يقلون البشر. اذا اختفت وظائف هواية، شنو مصير البشر بهاي الحالة؟ وشنو الذكاء الاصطناعي وليش يسموه ذكي؟ وهل هو مثلا جهاز، نظام، تقنية؟ شنو هو بالضبط؟ شوف، هو بكل بساطة شي اخترعوه، ضافوه للحواسيب والآلات اللي نعرفها. ايش صار بهاي الحواسيب والآلات؟ صارت ذكية تشبه ذكاء البشر، وشون يتعلمون وتفتهم وتقدر تحل المشاكل وتتخذ قرارات وحتى ترسم، تبدع، عندها استقلالية. شايفين البشر من شوية يتعلم لكم معلومة وصار عنده ثقة ويصير مستقل، الآلات هيك تصير من يضيفوا لها تقنية الذكاء الاصطناعي. زين، هذا ال AI ليش البشرية كلها خايفة من عنده؟ ويقولون سووا انقراض ومشاكل وتروح الوظائف مدري ايش. وين الخطر بالموضوع؟ الخطر بالموضوع يصير بكم نقطة يجوز ما حد منتبه لها من عندكم. أول شغلة، تحيز. شنو هو التحيز؟ شوف، ال AI يجمع معلومات ويفتهمها ويحللها ويجاوب على سؤالك من تسأله بأي موضوع. زين، هاي المعلومات منين ياخذها؟ ياخذها من النت، وياخذها من شكو حرف مكتوب على النت. زين، هاي الحروف كلها والمعلومات من كاتبها؟ البشر. زين، البشر شنو طبيعتهم؟ البشر ممكن عندهم عنصرية للسود، ممكن عندهم عنصرية تجاه النساء، يفضلون الرجال عليهن. هنا تكمن خطورة الذكاء الاصطناعي. إذا تصرف وياك بشكل عنصري أو فضلك على غيرك، هاي وحدة من المخاطر. ثاني نقطة من المخاطر، أكيد أول ما نزل ال AI لاحظتوا أكو مشاهير قاعد ينزلون إنه أكو ناس يستخدمون صوتهم وصورهم وفيديوهات إلهم ويقنعون الناس بعملية تبرع، أو تعالوا استثمروا وياي بفلان مشروع. والناس لأن الثقة بهذا النجم يحولون فلوس وما يدرون إنه هذا AI، لأن استوى كان نازل. هاي واحدة من المخاطر. ماكو شي بالحياة بدون مقابل. انت قدام كل امر تطلبه من الاي اي، الاجهزة مالت المعالجات مالت الاي اي تطلق ثاني اكسيد الكربون اللي هو كلش مضر للبيئة. تخيل مجرد لغة يضيفوها للمعالج مالت الاي اي، بس مجرد لغة تطلق 600 ألف رطل من ثاني أكسيد الكربون، اللي هو يعادل 5 أضعاف اللي تطلقه سيارة من مدة تصنيعها إلى أن تنتهي. هذا كلش مضر بالبيئة. زين، أكو مخاطر ثانية، مخاطر وجودية. شنو هاي الوجودية؟ هاي مخاطر ممكن تسوي انقراض للجنس البشري بالكامل. زين، شلون هاي المخاطر تصير؟ أول ما نزل ال AI من شركة OpenAI وقفوه. أول ما طلقوه وقفوه. زين، ليش وقفوه؟ وقفوه بسبب رأي أحد الرائدين بالذكاء الاصطناعي. هذا اللي قال لهم خلال 6 أشهر الذكاء الاصطناعي يقدر يتطور ويوصل إلى 5 أضعاف الذكاء البشري وأكثر. أنت متخيل شيء تصنعه يفوق مستوى ذكاء البشر؟ يعني ممكن هذا اللي أذكى من عندنا يقرر إنه إحنا ما نستحق الحياة، إنه إحنا دا نخرب شيء، إنه إحنا دا نأذي نفسنا. ممكن ياخذ قرار إنه من الأفضل إنه هذا الجنس البشري يتم إبادته. تخيل، هذا يقدر يفعل لك
أجهزة حربية، معدات ثقيلة ممكن تقتلنا بظرف يوم واحد حسب الدراسات. فال AI ممكن ينهي الجنس البشري عن بكرة أبيه. وبس والله هاي نهاية الفيديو، وإحنا صانعين محتوى جدد. إذا عجبكم محتوانا يا ريت تشجعونا بالاشتراك، لايك، تعليق، وراح نقرأ كل تعليقاتكم إن شاء الله.